بتاع النهارده سحورنا مش هيكون عادي، وده لان اللي هيختار السحور هي عجله الحظ. والعجله يا جماعه هيكون فيها اكلات حلوه واكلات تانية كارثيه. وطبعا منورنا النهارده في الفيديو يا اخواتي. فانا نيس عايز اوريكم حركه النهارده، حركه قويه قوي، ورمضان ما يحلاش الا بوجود الفنيسي. وريهم يلا. وطبعا احنا جبناه النهارده عشان ما يحصلش اي غش، فهو اللي هيلف لنا عجله الحظ بايديه. انا مفيش غش خالص. خلاص كده نو غش، نو غش. والنسي حضر نو غش. وطبعا اي لعبه في الدنيا بيبقى ليها قوانين، ولعبتنا النهارده ليها قانون واحد بس، اي صنف هتقف عليه العجله لازم يتاكل. طبعا زي ما انتم شايفين احنا معانا النهارده 8 اصناف. اول صنف معانا الفول، ثاني صنف معانا الهوت صوص، ثالث صنف معانا ويا رب ما يطلع من نصيبي ولا يجيلي خالص الاندومي الكوري الحار اللي بيموت. عارفين يا جماعه في افلام الرعب الشخص دايما اللي بيبقى واثق من نفسه ان هو مش هيموت فبيقوم ميت في الاول، فتقريبا ده اللي هيحصل مع احمد، انا واثقه من كده. يا رب يا رب ما يطلع انا. رابع صنف معانا الليمون، وده بيجزع نفس اي بني ادم في الدنيا. ومعانا كمان يا جماعه ستريبس، هو سبايسي بس يعني محتمل، والزبادو الحمد لله يا رب ده يطلع من نصيبي، والزبادي. وعندنا الخانه المرعبه دي يا جماعه اسمها بدل مع خصمك. الخانه دي قادره ان هي تغير موازين اللعبه كلها في ثانيه واحده بس. يعني مثلا لو احمد لعب وجاله الاندومي الكوري وانا بعديه لعبت وجالي بدل مع خصمك، الاندومي الكوري هيبقى من نصيبي. انتوا متخيلين ايه اللي ممكن يحصل بالخانه دي؟ ويا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان احنا عاملين نعمل لكم فيديوهات كتير ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فشجعنا عشان احنا كمان نقدم لكم احلى الفيديوهات. ويلا بينا. المهم مين فيكم اللي هيبدا؟ انا طبعا. لا انا. ايه يا حبيبي ليديز فيرست؟ المهم انا اللي ابدا. لا انا طبعا لازم ابدا. يا بنت مين اللي حدد القانون من ليديز فيرست يا ده؟ حبيبي المفروض انا اللي المفروض ابدا. الاول نبدا. انا عندي حل. ايه هو الحل؟ العبوا حجره ورا مصر. ماشي يلا بينا. حجره ورق مص. حجره ورق مص. ثانيه واحده. طب استنى ما نعيدها. مفيش اعاده. طبعا يا جماعه احنا نقلنا جوه دلوقتي عشان الجو بره ساقعه ثلج بصراحه ما قدرناش نستحمل، فاحنا نقلنا لكم جوه هنا. دلوقتي ورا ابو عز. بص قبل بس ما تدور العجله اهم حاجه تسمي الله وتجيب لي حاجه حلوه كده على ذوقك، بس ابعد عن الاندومي الحار. يلا واحد ثانيه واحده ثانيه واحده. واحد اثنين ثلاثه. بسم الله. اي حاجه حار عليك. يس يس. احمدك يا رب احمدك يا رب احمدك يا رب. فين الزبادي؟ الزبادي بتاعي فين؟ يا جماعه دلوقتي احنا مش هينفع ياكل الزبادي. ليه بقى؟ علشان في خانه اسمها بدل مع خصمك. يعني انا دلوقتي المفروض العب الاول، افرض جات لي بدل مع خصمك اخد انا الزبادي، ما يكونش هو كاله. دماغها سم. يلا المهم دلوقتي جوله ام عز. اندومي كوري اندومي كوري اندومي كوري. انا لسه مصليه التراويح كلها يا رب. وانا كمان لسه مصلي التراويح كلها ان شاء الله ربنا هينصرني. اهم حاجه يا جماعه ما ننساش بس حد اخر رمضان، ال10 الاواخر من رمضان بيبقى فيهم ليله القدر. ليله القدر خير من 1000 شهر، اللي هيلحقها يقدر يغير حياته كلها، اقسم بالله يغير دنيته ويغير اخرته كمان. فبالله عليكم تحافظوا على الصلاه والصيام وقراءه القران عشان دي فرصه لا تعوض ابدا. ممكن ربنا ما يخليش الواحد يجي له رمضان تاني، ممكن يبقى ده اخر رمضان نعيشه، نستغله كويس جدا جدا. يعني محدش يقول ليه هعوض في رمضان الجاي، انت مش ضامن هتعيش لرمضان الجاي ولا لا. ما تخلوش متعه فيديوهاتنا تلهيكوا عن الصلاه والحاجات الحلوه. صلي تعالى اتفرج. بالظبط زي ما عارفه انا ميس. بقول لك يا فنيسي مش هتلف بقى العجله لام عز بقى. دلوقتي دور ام عز لحالي. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه الحلمنتس ده؟ ايه الحلمنتس ده؟ اللي هيكسب ايه ده؟ يا دي جايزه؟ هياخد 10000 جنيه بجد؟ هو ده الحماس بقى كده نشتغل بما يرضي الله. ايدك بس كده من عليها. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. دلوقتي دور ام عز. بسم الله. انا بالي. انت مالك ايه؟ يعني انت جبت له الزبادي وجايب لنا الاندومي الكوري؟ انتوا بتهزروا انتوا بتهزروا. يلا بينا يا جماعه هنروح نجيب الصنف اللي كل واحد طلع له ونبدا ناكل. الحيطه طلعت. استني كده دوق. دوق بقى كده. ميه بسرعه. على فكره في حاجه نسيت اقولها في القوانين، ممنوع شرب الميه نهائي. عايز ميه. انا الحكم انا الحكم. انت الحكم تشرب عادي، انما ام عز ممنوع شرب الميه ميه نهائي. بسرعه. اديله ميه مغليه. ايه ده؟ يلا بينا. ايه ده؟ الميه الوحيده اللي موجوده هنا ميه مغليه مفيش غيرها، استناها تبرد. يلا بينا صب الميه على الاندومي. ما تحطش معايا كتير. لما تديها ميه اكتر ممكن الحراره تخف شويه، انما انت كده عايزه تتعاملي بما يرضي. بس دي بتكون حراقه برضه. لا لا عايزين تموتوني والله العظيم. مش بحب السمسم، طبعا ما بحبش السمسم. معلش هنسويها ونرجع لكم. اما اكل الزبادي بتاعي بقى. مرعوبة.
بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، انا حاسه ان انا هموت. بس لازم برضه بتتحمسي يا معاذ. ايوه كده يا فنيس حمسني. لازم تتحمسي. انا كده مش حمسي. انا كده متحمس خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ناكل الزبادي بقى اللي بيروق القلب. يا رب. احلى حاجه في الزبادي بقى بيرطب على القلب كده وايه ويبرد الدنيا. ريحتها اقسم بالله حاساها حرقت ذوق. طيب خلاص هاكلها. الله على الزبادي، بصوا حلاوه الزبادي وبياض الزبادي. ايه رايك؟ لا هتخسري لو كفيتي او كده هتخسري. بلعت يا جماعه، محدش يقلق يا جماعه. انا لازم اكلها كلها. ايوه امال ايه؟ جايزه والله برضه. لازم انتوا قاصدين تخسروني. جايزه مش صغيره، دول 10 بواكب. ايوه ده لحسه نوعك يا زبادي حاج. لحسه زبادي ارجوك. دي منه خلص الحمد لله. انا لو طلعت لي اي حاجه حاره مش هقعد اشحت منها حاجات من الحلوه اللي معاها. حرام عليك يا احمد، يعني انت بتخسر بخاطري وانا اصلا بقي مولع. اخر معلقه زبادي اخر معلقه زبادي. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله. ده الريحه بس مش طايقها، اقسم بالله ريحتها يا لهوي موت. بقى لونها حمرا. الشتا طالعه على عينيا، حاسه ان انا مش شايفه. اخلصي بقى اخلصي. بس ايه ده؟ اول معلقتين لسه. ايوه كلي كتير كلي كتير. المشكله ان سخونيتها بتزود الشطه، بتخليها تلسع اكتر، مش قادره. لا انت مش تاكلي بس، انت هتشربي. لازم تشربي الميه بقول لك كمان. ايه، اشربي. انت لسه لازم سودا. تخلصيها لا كلها. لازم تخلصيها انت كلها. ولا ايه؟ لازم ده الحكم لازم محدش تخلصيها يلمسه كلها. محدش يلمسه. عارفه اللي بيعرض للحكم بيحصل فيه ايه؟ بيخسر يا جدعان التحدي. لو ضربت الحكم بتخسر التحدي مباشره. اسكت بقى. كلهم يروحوا لي انا. انا لو هموت النهارده مش هخسر. لازم تشربي برضه الشوربه. قبل الاندومي الكوري ما يتاكل لازم تكون شاربه الشوربه. الشوربه الحمراء دي لازم كلها تتشرب لازم. هقول لكم يا لو جدعان. حطيت الشوكه دي طبعا يا جماعه زوزه كان قاعد جوه قال لي نورنا النهارده. تعالى بص يا زوزه ماما بتاكل ايه؟ ماما بص. بتاكل اندومي كوري شطه. تعالى بص قرب كده. تعالى سعاده تعالى سعاده. بص كده بص ده كده الله يا الله حراق. لا الله انت حران؟ حرانه فعلا يا اجل. الله ايه رايك في اللعبه دي؟ حلوه؟ دي ناموس دي ليمون شاطر. إيه. طب بص اسالك سؤال ماشي؟ ده ايه؟ فول فول. شاطر يا زوزو. ودي شطة ودي شطه. شاطر شاطر يا زوزو. هو مفيش فيها في الاخر بس صح. ودي ايه أفواج كوكو شاطر يا زوزو. طب وده ايه؟ زبادي زبادي. شاطر. وده عصير عصير. وبيضة طب بقول لك ايه؟ ودي بيضه. هقول لك على حاجه قدام الناس قول لهم بتحب بابا اكتر ولا ماما اكتر؟ احمد اكتر. طب ادي احمد بوسه بقى. الله سكر يا زوز سكر. لسه يا جماعه اكتر من نص ساعه يا جماعه. شكلي كده الجايزه هتروح لابو عز. لسه عزوزه بيصالحها ازاي؟ توماس المسعر أفرق التوماس دي لفال توماس لا يا زوزه احنا قلنا لا النت اللي جابها النت اللي جابها. اه طب بقول لك انت ايه؟ عملت ايه اما جت بقى؟ لا النت اللي جابها النت اللي جابها. مش انا طب- النت اللي جابها هو طب وبعد كده انت عملت ايه؟ اتفرجت ولا قلبت؟ قولي الحقيقه. خلصت للأطفال اتفرج الاطفال. اه ماشي على شاطر يا توماس؟ عزوز. شاطر. اوعى تتفرج على توماس تاني. ودمدم زهور عمل ايه؟ تمتم سووه كلهم بياكلهم. اه يا نهار ابيض. هو حد يتفرج على الحاجات دي يا جماعه؟ الحاجات دي بتخوف الاطفال جامد. عزوزه مش هيتفرج عليها تاني خالص صح؟ تمتم سووه تسالة ما تتفرجش على سندم سهور تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ام عزوز دلوقتي هتخش على النص التاني بتاع الاندومي. بسم الله. لا سنة عليها عليكي يا نهار ابيض. لازم تشربي الشوربه، ما يكونش فيهم ودي بقى دماغ. شوربه. بلعي ما انت اصل انت مش ممنوع تشربي ميه فهتعملي ايه؟ لازم تشربي ميه بقى من ايه؟ من الاندومي. ما يكونش فيهم دمياء واحده ولا بق واحد. دي اخر معلقه انا بحاول اجيبها كلها عشان اخلص مره واحده. انا بجد ممنوع. لا يا ماما ليه لا ليه يا زوزو؟ لا عشان ماما بتحب الفلوس قوي يا زوزو فعشان كده لازم تكسب التحدي. لا عيش ماما لا عيش هو لازم عشان تكسب الفلوس ماما لازم تاكل الاندومي لحد اخره. خلاص بقى ماما خلاص انا خلاص بموت مش قادره. بس يا جماعه انا بقت عامله ازاي؟ انا الشطه مش عارفه اتوجع من بقي ولا من عينيا من النار اللي طالعه على عينيا. ايه ده لسه فاضل شويه اهوت وشرب. لا حرام عليك ده افترا. لا بجد انا اكلته كله. طب اشرب انت برضه. ايه نسامحها ولا ايه؟ لا دوق انت هدوق بس مش هشرب كتير. اشرب ميه اشرب انا ممكن بعد ما اخلص اشرب ميه اشرب ميه
موت يا جدعان، موت اقسم بالله موت. ممكن اشرب ميه بعد ما خلصت التحدي؟ ايه ده الحكم بتاعنا هيحصل له حاجه، اجيب له ميه. الحمد لله بس عشان هم ضربوني. يا جماعه ام عز اقسم بالله طلعت بطله، الحكم بس هو اللي يشرب، الحكم الوحيد هو اللي يشرب. رجعنا لكم بعد ما الجولة الأولى خلص، بس دلوقتي لازم نشطب على الحاجات اللي خلص. يلا احسن. يس الحمد لله يا رب انا اللي اكسب ويطلع لي يا كل رب الحاجات اطلع من الحلوه. نصيبك بقى ايه؟ ما انا اصلا خدت واحده. ماشي. انا اللي المفروض اقول يا رب ما اطلع من نصيبي تاني. مستغني عن دوري لام عز، يعني خليها هي تبدا الجوله الثانيه، ايه رايك؟ انا خايفه، انا مرعوبه من بعد اول مره دي. انا بوقي اصلا لحد يلا. دلوقتي نار. بقى هو قال كده ليه؟ عشان دول من الأخير ربك. بالظبط كده. طب يلا اتفضل. الله بسم الله. 1 2 3 يا رب يطلع لها حاجه حره ثاني، يطلع لها حاجه حره ثاني. انا انا مش عارف اقول ايه بصراحه، ده كل اللي اقدر اقوله الحمد لله، احمدك واشكرك يا رب. طب بصوا يا جدعان، الظاهر عامل ازاي؟ بدعوات صلاه التراويح شكلي جابت نتيجه. الف حمد والف انا شكر مش ليك قادره، يا رب. انا بوقي مولع. لا يا جماعه بجد انتوا بتهزروا، انا مش هقدر عشان هتسحبي. تنسحبي؟ لا 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 لا. بوقي مولع يا عم بقى يا عم الشيطان. لو عايزه لا، لا، تنسحبي عادي عادي مفيش مشاكل خالص. طب بص ممكن تدوني 200 جنيه اتحمس بيه؟ لا تخيلي نفسك كده وانت قاعده في المول وعماله تتمشي بالعربيه التسوق وعماله تشتري حاجات. تعالى كده اسمع الاس المهار. خلاص اسمع الخربشه، خلاص. اسمع خلاص الخربشه. خلاص يا جماعه هاكلها. يلا بينا دور ابو عز. يلا بينا، انا متحمس جدا لان هي كده ما بقاش الا حاجه واحده بس هي اللي حاره، وبقيه الحاجات كلها حلوه، فيا رب يطلع لي حاجه حلوه. يا الله رب يطلع له بدل مع خصمك يا رب. يلا بسم الله. فول. انت اقسم بالله بس لو حاجه لا كده. ما تفرحش اول كده يا ابو عز. الفول هيتحط عليه معلقتين كبار شطه. يا نهار اسود. ليه كده؟ ليه؟ انا كنت فاكرها جبرت على كده. كنت انا هاكل عايزه اقول لكم الفول. على حاجه، يعني هو هياكل شطه وانا هاكل شطه، بس في فرق. انا هاكل شطه مع كنت فراخ، بفكر ان انا هاكل فول. هو هياكل شطه مع فول. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. يا جماعه انا حضرت له الفول اهو، شفتوا فيه منافسه شريفه وفيه روح حلوه في الفيديو. فانا مش عارفه بقاله ساعتين بيحضر الاستريبس بتاعي، مش عارفه اتاخر كده ليه. الفول بتاعه هنا اهو، يا مسهل يا رب وصله بالسلامه بقى. ايوه جاي ايوه جاي. ساعتين يا احمد عشان تحمر معلش الاستريبس يا بس احمد. حصل معايا مشكله تقنيه كده في المطبخ، فالاستريبس اتحرق سنه بسيطه. ايه؟ بس انا ايه العوض ده؟ عوض. يعني يا عم الاستريبس ايه ده؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ ابو عز لا ابو هو عز. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ابو عز انت كده اتكلم يا هتخسر عم في بقى. التحدي. ابو عز كده هتخسر في التحدي ليه؟ كده. ليه يا حكم؟ بس انت بتحط بفترة. حكم يا فول ست، الله ينور عليك يا حكم. يا جماعه هو انتوا بما مجانين؟ يرضي ما الله. اصلا يا بما يرضي الاستريبس الله. حراق والله من جوه. بتحط بفترة. من جوه. بتحط بفترة. يا ما انت كريم يا رب. خلاص يا عم. لا استني بسم الله الرحمن الرحيم، انا ابدا باكل في الفول بتاعي. انا بقى ايه؟ نزل كده. ايه؟ عايز تاكل؟ اه تعالى كل. ليه كده يا فونس بقى؟ يا لهوي يا بص نهار. حطيت له شويه على لقمه واحده بص قد ايه؟ بص بقى بص. يا نهار غربله يا نهار غربله. هات كده هات يا كده. نهار. لا انا الحكم لا. بص هفهمك حاجه. عندي فكرة الله ينور عليك. يا نهار اسوح والله ما ينفع كده. لازم كده تخلص كله. كده اوفر. يا حبيبي. خلاص يا حبيبي انت حطيت لي كتير. يلا ده كله. بصوا يا جدعان عمال احمد شاور. بصوا عمال احمد شاور. ساعدها يابا ولا ايه يابا؟ مش لا القشر يعني؟ لا اهو يا عم ليه؟ حرام يا احمد وراه. ما خلاص يا عم، ما خلاص يا عم يا قصه، ما خلاص يا عم ما ضربتهوليش اكتر. انا مش قادره اكمل. لازم تخلصوا كله. لازم اكل عيش يمكن يبرد شويه. شط نار يا زوزة. حط لك شوية شط شطة. نار يا عزوزة يا ابني. حط لك شوية شطة ابو عز. عايز شوية شطة مبلع. ممنوع المية يا عزوزة، ممنوع طب ماما المية. ماتت، ماما ميتة قدامك اهو. حط لك شوية شطة مبلع بيهم. لا يا عم خلصنا بقى يا فونس. حط لك انت شوية شطة مبلع بيهم. صدقني انت هتتضرب. قولي كم عز. موضوع الحكم ده مش جاي معايا. لا. لو فضل يأفور اتمسك يتضرب. طب ال 10,000 جنيه. هناخدهم منك بالغصب. ايه ده؟ تعال. شوف راكب الفكره دي. بسم الله.
انا بعد العلقه دي لازم احط لكم البرطمان ده كله، بس انا عشان طيب سيبكم تاكلوا. فخص عليه، عايز بالك، عايز رمه يا اخي تربيتي ايه؟ عمي وعم عيالي، عمي وعم عيالي، راجل محترم بزياده. فنانيس بيه، ده اسمه فنانيس بيه، ده اسمه فنانيس بيه ده. يا عم خلاص انا مش شطه، مش قادره اشرب. معلم معلمين مصر، معلم معلمين مصر، اكبر اسواق الفاكهه في مصر كلها. والله العظيم بص انا باكل حاجات محروقه على حراقه، انا مش هيجيلي تلبك معوي. طب بص يا ام عزوز، هتفق معاك الكفايه. تاج نص الطبق اسمه زي ما انت شايفه كده، ايه رايك لو اكتفينا بالنقطه دي كده؟ فيها تعادل في النقطه دي. طب وراي الحكم ده انا برضو بص اكلت واحد. عندي فكره. ايه؟ دي لسه ما خلصتش النص، تاكل اخر حته كده انا اكلت ماشي. نصها كده كده. نص تغمزها. يلا كل القطمه دي. تستاهل يا فنانيس. هنخش على الجوله اللي بعديها. يلا. وبكده يا جماعه وصلنا للمرحله الثالثه وهي الاخيره. وطبعا ممكن حد منكم يسالني ازاي المرحله الاخيره؟ لسه فاضل 5 اصناف معانا. المرحله الاخيره لان احنا قررنا ان كل واحد هيلعب دورين وهندمج الحاجتين اللي هيطلعوا مع بعض على بعض. يعني مثلا ممكن واحد يطلع له زبادو بالبيض، او ممكن واحد يطلع له ايه العصا الرقيقه دي يا امي. سوري يا جماعه من كتر الشطه اللي كلتها مش قادره. يرحمكم الله. يعني كده ممكن يطلع لحد مزيج من الزبادو مع البيض، او ممكن يطلع له هوت صوص على ليمون. خلونا نشوف مع بعض ويلا بينا. طب بس بص قبل اي حاجه انا عايز اشرب برضك من البيت نايم. طب ايش ايه؟ يقول لك البيض ناي. يا نهار اسود. بصوا يا جماعه انا حظي حلو من اول الفيديو، بس ما اعتقدش ان في المرحله دي هيبقى حظي حلو لان كل الاصناف اوحش من بعضها. جاوبوني انتوا، ده ظلم ولا لا؟ يعني انا كلت كل حاجات الوحشه ودلوقتي مفيش غير الوحش، يعني مضطر اكل وحش تاني، ما قداميش فرصه اصلا. انا هدعي ربنا ان مثلا يطلع لي كوكتيل اللي هو زبادو على ليمون، ده هيبقى كوكتيل بالنسبه لي مقبول شويه، ويطلع لام عز البيض مع الهوت صوص. وممكن برضك بدل مع خصمك. يا ولا شاطر. ده في كلام كتير. يلا يلا بينا. دي جوله ابو عز. 1 2 3. ليمون. الحمد لله، مع ان الليمون على فكره بيبقى حراق وبينشف الريق، بس الحمد لله انه طلع لي ليمون. يلا وابو عز الصنف الثاني. يلا يا رب يا رب يطلع لي زبادو، يا رب يا رب زبادو على ليمون. اعصر الليمون على الزبادو. ارفع خلاص، كسبت ال 10000 جنيه. 10000 جنيه خدهم، راح اشتري بيهم كل اللي انا عاوزه. ولا بتدعي لي دعوه حلوه كده، انا حاسه انت دعوتك مستجابه النهارده. ادعي لي كده ربنا يهديني يا رب ام عز يطلع لها هوت صوص على بيض يا رب. طب بقول لكم ايه قبل اي حاجه اكتبوا في الكومنتات وتوقعوا مين اللي هيكسب ال 10000 قانوني جنيه. انا يا جماعه انا تعبت جدا، حق الله ان انا اللي اكسب. يلا اكتبوا في الكومنتات بسرعه. يلا بينا. اللفه بتاعت ابو عز التاني. بسم الله. هوت صوص مع ليمون. لا بس هقول لك ما تفرحيش هوت صوص مع ليمون. افرح بس انت ابو عز. بيض مع زبادو. الا لو كلها بدل مع خصمك. يلا يلا الجوله بينا. الاولى. 1 2 3. معنى ان هي جالها بدل مع خصمك ان هي هتاخد الاصناف بتاعتي وانا هاخد الصنفين الباقيين على بعض. يا نهار ابيض. زبادو وبيض ني. زبادو مع بيض ني. ازاي يا رب؟ ازاي اعملها ازاي؟ حبيبي زي ما انا اكلت الحاجات الباقيه. يا رب يا رب هونها عليا يا رب. صعبه قوي صعبه قوي زبادو على بيض ني دي. ادعوا لي يا جماعه. دلوقتي هندمج الاصناف مع بعض. انا اقسم بالله فرحانه هونها عليا عشان انا تعبت قوي المره دي. انت حاسه ان الاصناف اللي معاكي جميله يعني. واو. يا لهوي. الشيء على الحمد يا رب هونها عليا يا رب. المارينا يا رجوله. كمل كمل كمل. وحشه قوي. هات لي 10000 جنيه. اهدى بس. هات لي 10000 ام جنيه. عز لسه لسه. تري. خليك رحيم ليا، انا تعبت جدا 10,000 حاجات جنيه. حراقه قوي. بقول لك ايه، بص بقى زي ما توصيت بيها بالظبط بعد اذنك. كده حلو ابو عز. كده حلو قوي. انت كده ما عملتش حاجه اصلا، وهي ما بيتحطش كده يا صاحبي. حط كده. يا لهوي على الغل، عشان شرب حاجه واحده وحشه عمال. بصوا الغل بيغل مني ازاي. بس عشان ما تقعدش توقع كتير. ادي يلا بالشفا يا بالشفا. رب. معلقه واحده. الله عليك ايه بس، حرام عليكم. ابلع ابلع.
معانا لسه ما اتاكلتش، معانا لازم تتمسح. ايه اللي حصل ده؟ معاذ 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 مالك يا معاذ مالك يا وقف تصوير وقف تصوير يا عم. يا عم واقف يا عم، انت بتصور ايه؟ معاذ يا معاذ نهار اسود ما تكلمش خالص.